أهلا بيكم مرة تانية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن فكرة ممكن تكون غريبة شوية، وهي إزاي الكمبيوتر بيشوف الكلمات على إنها مجرد أرقام، وإزاي بيقدر يفهم العلاقات اللي بينها. النهاردة بقى هنشوف مع بعض يمكن واحد من أكتر التطبيقات العملية والمدهشة للفكرة دي، وهو إزاي الكمبيوتر ممكن يوصل لمرحلة إنه يعرف إذا كنا مبسوطين ولا زعلانين مجرد من الكلام اللي بنكتبه أونلاين. وده بقى هو السؤال اللي بجد يطرح نفسه. هل ممكن آلة مجرد جهاز يفهم شعور إنساني؟ حاجة معقدة قوي زي الفرح أو الغضب من مجرد شوية حروف مكتوبة؟ تحس الموضوع خيال علمي شوية، صح؟ طب تعالوا بينا نشوف إجابة السؤال ده. تمام. عشان نجاوب على السؤال ده لازم الأول نعرف المصطلح العلمي اللي بيوصف الفكرة دي كلها. الموضوع ده له اسم، وهو تحليل المشاعر، أو بالإنجليزي sentiment analysis. الاسم ممكن يبان كبير شوية، بس الفكرة بتاعته في الحقيقة أبسط مما نتخيل. الفكرة كلها إننا بندرب الكمبيوتر إنه يقرأ أي نص مكتوب وبعدين يصنفه. يعني يقول لنا هل الكلام ده بيعبر عن رضا ولا شكوى وغضب، ولا ممكن يكون مجرد معلومة محايدة ما فيهاش أي مشاعر خالص. يعني مثلا لو الكمبيوتر شاف جملة زي أنا مبسوط جدا من الخدمة، على طول هيفهم إن دي مشاعر إيجابية. وعلى الناحية التانية لو قرأ جملة زي التطبيق سيء وبطيء جدا، فوراً هيصنفها على إنها سلبية. ببساطة شديدة هو بيتعلم يفرق بين المدح والذم. بس هل الموضوع فعلاً دايماً بيكون بالبساطة دي؟ طيب، إزاي بقى الكمبيوتر بيعمل كده بالظبط؟ إيه اللي بيخليه يقدر ياخد القرار ده؟ الموضوع أكيد مش مجرد كلمات بنرميها وخلاص. الطريقة نفسها اتطورت مع الوقت وبقت أذكى بكتير من مجرد إننا نعد الكلمات الكويسة والكلمات الوحشة. في الأول خالص يعني زمان الطريقة كانت بدائية جدا. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يجيبوا قاموس مليان كلمات إيجابية زي جميل، ممتاز، رائع، وقاموس تاني مليان كلمات سلبية زي سيء، بطيء، وحش. والكمبيوتر كل وظيفته إنه يبص على الجملة ويعد كام كلمة من هنا وكام كلمة من هنا، وعلى الأساس ده ياخد قراره. للوهلة الأولى الطريقة دي تبان منطقية قوي، صح؟ بس للأسف فيها مشكلة كبيرة جدا. يا ترى إيه هي؟ المشكلة كلها بتبان في جملة زي دي: الفيلم كان ناري. لو فكرنا فيها، كلمة ناري لو خدناها لوحدها وحطيناها في قاموس هتبقى مرتبطة بإيه؟ بالنار، بالحريقة، يعني حاجة سلبية. لكن في الجملة دي بالذات في السياق ده معناها إيجابي جدا، معناها إن الفيلم كان جامد. وهنا بقى بتظهر قوة حاجة اسمها السياق. شوفوا ازاي نفس الكلمة ناري ممكن تكون مدح فظيع للفيلم، وفي نفس الوقت ممكن تكون شكوى من حرارة الجو لما حد يقول الجو النهاردة ناري. إذن اللي بيحدد المعنى مش الكلمة لوحدها، لأ، دي الجملة كلها اللي اتقالت فيها. وهنا بالظبط الطريقة القديمة بتاعت القواميس دي بتفشل تماماً. وعشان كده كان لازم نلاقي حل أذكى بكتير، والحل ده كان في تقنية اسمها تعلم الآلة أو الماشين ليرنينج. الفكرة هنا اتغيرت تماماً. بدل ما ندي الكمبيوتر قواميس جاهزة، لأ، إحنا بقينا نديله آلاف وممكن نقول ملايين الأمثلة الحقيقية من كلام الناس. وهو بقى مع الوقت بيبدأ يتعلم لوحده الأنماط ويفهم معنى الكلمة دي جوه السياق ده إيه بالظبط. لحد كده كلام جميل، بس لما نيجي بقى نطبق الكلام ده كله على لغتنا اللغة العربية، الموضوع بياخد بعد تاني خالص. التحدي هنا بيبقى مختلف وفريد من نوعه. التحدي الأكبر هو إن العربي اللي بنستخدمه في حياتنا اليومية مش لغة واحدة بس. في فرق شاسع بين اللغة العربية الفصحى اللي بنلاقيها في الكتب والأخبار وبين اللهجات العامية اللي بنتكلم بيها كل يوم. والأكتر من كده إن كل منطقة وكل بلد تقريباً ليها لهجتها الخاصة اللي بتختلف عن التانية. يعني ناخد مثال بسيط عشان نوصف حاجة إنها كويسة قوي. في مصر ممكن نقول تمام قوي أو جامدة. في الشام ممكن تتقال بتجنن. في الخليج ممكن تكون ما عليه كلام. التلات جمل دول بيعبروا عن نفس الشعور الإيجابي، لكن شوفوا الكلمات مختلفة تماماً عن بعض. وده معناه إيه؟ معناه إن عشان نخلي الكمبيوتر فعلاً يفهم كل اللهجات دي، لازم ندربه على كميات بيانات مهولة من كل لهجة لوحدها. من غير البيانات دي أي نموذج هيطلع هتكون دقته ضعيفة جدا ومش هيقدر يفهم الفروقات دي. بس الخبر الحلو بقى إن في جهود ومشاريع عربية جبارة شغالة حالياً على التحدي ده بالذات. في فرق بحثية بتجمع بيانات وبتبني نماذج ذكية مخصوص للغة العربية. مشاريع زي كامل تولز وأرسن تي دي لاف مثلاً بيطوروا أدوات متخصصة عشان تتعامل مع اللغة العربية بكل لهجاتها وتنوعها. تمام. بعد كل تفاصيل التقنية دي ممكن حد يسأل: طب ليه كل ده؟ إيه أهمية الموضوع ده أصلاً في حياتنا الواقعية؟ الحقيقة إن تحليل المشاعر ده بقى أداة قوية جدا ومستخدمة في كل حتة.
الشركات بتستخدمه عشان تراقب آراء الناس في منتجاتها على السوشيال ميديا وتعرف إيه اللي عاجبهم وإيه اللي لأ. المؤسسات الإعلامية بتستخدمه عشان تقيس ردود أفعال الجمهور على الأخبار والأحداث المهمة. وحتى الحكومات ممكن تستخدمه عشان ترصد الرأي العام وتفهمه بشكل أسرع وأدق من أي وقت فات. وعشان كده بالرغم من إن فكرته تبان بسيطة، إلا إن تحليل المشاعر بيعتبر فعلا واحد من أهم وأقوى التطبيقات في مجال اللغويات الحاسوبية، لأنه ببساطة بيحول كلامنا العفوي العادي لبيانات ليها معنى وقيمة كبيرة جدا. وده بيوصلنا لآخر نقطة وسؤال مهم جدا. دلوقتي بعد ما الآلات بقت قادرة تفهم مشاعرنا من مجرد كلام مكتوب، يا ترى إيه الخطوة الجاية؟ إيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ إيه الحدود الجديدة اللي التكنولوجيا دي ممكن توصل لها؟ ده سؤال مهم ويستحق إننا نفكر فيه كويس.